السلام عليكم. الفراخ المقرمشة او البروستد بتاعت المحلات الشهيرة هنعملها في البيت وبتكاليف اقل. هنا دي فراخ انا عاملاها كوليكشن كوكتيل كده علشان ايا كانت الامكانيات. طيب، وراك، صدور، دبابيس، اجنحة، رقاب، زي ما انتم عايزين. هنبيتها ليلة. لكل كيلو فراخ بقى كوباية مية، معلقة كبيرة من الملح، نص معلقة كبيرة من السكر. نقلبهم مع بعض الاول وهنسيبهم فيها ليله كامله. ده يعتبر شبيه لمحلول النقع بس على حاجه مصغره كده. ميزته انه هيخلي الحاجه تستوي معانا بسرعه. ان الحاجه لو فيها دم مزفره هتخرج منها. هتشوفوا دلوقتي لون الميه، انا عايزاكم تركزوا في لون الميه وشوفوا لما باتت هيبقى عامله ازاي. الحاجه التانية انه كمان بيخلي الحاجه ليها طعم كده ومسكره. ادينا اهو سيبناه ليله. هنسيبها اول ليله كامله وهنبتدي نقفلها بالاسترتش طبعا زي ما انتم عايزين ايا كانت هتعملوها بايه. بالرقاب والله حلوه وجميله وزي الفل. بالاجنحه طبعا رائعه. بالدبابيس كله احلى من بعضه. هنغطيها بقى في مكان ونسيبها ليله في التلاجة كامله. طبعا الصدوع عاده ما ينفعش نبيتها قوي يعني عشان هي ما بتستحملش. طيب بصوا، شايفين شكلها اهو بعد ما باتت؟ شايفين لون الميه نازله عامل ازاي؟ كل ده الدم والزفاره والحاجات. حتى في الفراخ العاديه لما نيجي نسلقها الريم والحاجات دي كلها نزلت. هتسلقوها على فكره يعني عامه مش هتطلع لكم ريم. لكن طبعا احنا بنعمل الفراخ بتاعتنا بنقليها نيه. طيب، بناخد الميه دي نرميها وبنجيب ميه جديده زي ما انتم شايفين وبنحط اي توابل في الدنيا زي ما انتم عايزين. انا حاطه هنا كركم وبابريكا عشان يدوني لون حلو قوي. وحاطه كمان عليهم رشه من الفلفل الاسود وملح وحاطه بهارات فراخ. لو انتوا هتعملوها سبايسي يا جماعه فما تحطوش غير ملح وشطه بس، ما بيحطوش توابل بره. ملح وشطه وكتروا كميه الشطه يعني معلقتين 3 4 كبار. طيب، لكل كوبايه دقيق بنحط معلقه كبيره من النشا، ونفس التوابل اللي حطيناها في المواد السائله هي نفس التوابل اللي هنحطها في المواد الجاف. وناخد بقى معلقه كده كبيره ولا معلقتين من الدقيق وننزلها على الخليط. بصوا، انا مش عايزه الخليط يكون كتير. بره بيعملوا ايه؟ في دقيق وميه ودقيق وميه بتاكلوا عجين. احنا بنعمل الحاجه دي هنا في البيت. فبنعمل ايه بقى؟ بنحط كده خليط خفيف قوي من الدقيق على الميه ده ونبتدي ننزلها ونطلعها ونحطها في خليط الدقيق بتاعنا. ونلف بالظبط 10 لفات بايدينا. نضغط بايدينا 10 لفات بس. نضغط، عارفين؟ اضغطوا كده، طلعوا كل العصبيه والطاقه والباور اللي انتوا فيها. ليه؟ عشان تديكوا التجزيعه اللي انتوا شايفينها الحلوه دي. طبعا انا عشان بصور بايد وايد فهكمل انا اصلا، بس انا كنت بوريكم التجزيعه عامله ازاي. في زيت غزير ساخن جدا جدا جدا، وحطوا تحت جدا دي 1000 خط. ليه؟ علشان هي اول ما هتنزل في الزيت ده هتلاقي الكفر بتاعها راح ماسك فيها على طول وادانا التجزيعه وما فكتش مني ومبهدلتليش الدنيا. طيب، تفضل على العين عاليه كده بالمنظر ده لغايه ما نبتدي نشوف منظر الفراخ قصادنا كده وبقت مقرمشه. نعمل كده بالشوكه ولا المعلقه نسمع صوت القرمشه. في الوقت ده يا ساده يا كرام هدي النار خالص. اقل من تسويه الرز واقل من المتوسطه. اسفه، اعلى من تسويه الرز واقل من المتوسطه. ونغطي ونسيبها تلت ساعه بالظبط. بعد كده دقيقه نفتح عليها دقيقة على نار عالية عشان ترجع تكمل القرمشة بتاعتها. ايه رأيكم؟ ما فيهاش غلطة ولله الحمد ما شاء الله بجد. والطعم بتاعها خيال. يا رب تكون عجبتكم. اشوفكم في فيديو تاني. سلام عليكم.